السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم بروكا. اليوم غادي نحضر معكم حلوة ريشبون، ولكن ماشي اي حلوة، راها كتجي رائعة. نتمنى انكم تجربوا هاد الحلوة ديال الريشبون بهذه الطريقة. كما كتلاحظوا معايا في الفيديو كتجي شاربة ديك الصلصة اللي كنديروا لها. مهم تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي هنا 4 ديال البيضات. انا خدمت في الهاشوار ولا ديرو في الخلاط الكهربائي باش كنسهلوا الخدمه علينا. درت 2 كيسان ديال السكر سنيده، كل كاس فيه كاس الا ربع. 2 كيسان ديال الزيت، الملح، ضروري الملح في الحلويات، ومعلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، كنكونوا مخرجينها من قبل من الثلاجه، ومعلقه كبيره ديال القشور ديال البرتقال، كيعطينا واحد المذاق غزال لهاد الحلوه. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات، واللي باغيه تخدم بيديها تخدم داك البيض مزيان مع السكر، وتما كينعاد ضيف الزيت. المهم تخدم داكشي بالتدريج. غادي نوضعوها انا درتها هنا في قصعه، ولا ديروها في شي اناء، وغادي نضيفوا لها الدقيق بالتدريج. هنا ضفت 2 خمارات حمر من وزن 16 غرام. بالنسبه للحلوه ديال الريشبوند راها ما كتبغيش تجي قاصحه، مهم راه ما كتاخذش لينا الدقيق بزاف، كتبغي تجي رطبه باش ديك الحلوه من كطيب وكنفندوها في ديك الصلصه كتجينا رطبه وكتجي غزاله. الا مشيتو حتى فوتو فيها الدقيق يعني جاتكم قاصحه، راه ما غاديش تجيكم رطبه. صافي نبقاو نضيفو الدقيق بالتدريج حتى نتحصلوا على العجينه اللي بغيناها. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل فيه. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها. كما كتلاحظوا راها كتكون رطبه بزاف وكتكون كتلصق في اليد شويه. كما كتلاحظوا راها كتلصق لي انا في اليد. مهم غادي نهز معكم واحد الطريف باش نوريكم كي كتجي. مهم الا ما درتوش العجينه رطبه راه الحلوه ما غاديش تجيكم زوينه. صافي غادي نغطيها بلاستيك وغادي نبدا نكور مباشره. انا كنت كنديرهم كويرات صغيورين، كنت ناويه انني نلصق وحده مع وحده بحال كانوا كيديروا امهاتنا زمان، ولكن من طابوا ليا تنفخوا لي بزاف صافي ما لصقتهمش. هنا خرجت لي 2 لاطات. مهم اللاطه الثانيه نغطيوها بلاستيك باش ما تنشفش لينا حتى طيب لينا اللاطه الاولى، وندخلوها الفران اللي يكون سخون وعلى نار مهيله. هذه هي الحلوه من بعد ما طابت لينا كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للصلصه خديت هنا قرعه ديال المربى من وزن 280 غرام. مهم الا كنتو باغي ديروا قليله، حيت انا شاط ليا شويه من هاد الصلصه، وهذا هو السر ديال ديك الحلوه، كتجي بنينه وكتجي رطبه. هو كاس عصير د البرتقال، العصير ديال التشين كما كنقولوا له، تعصروه وتصفيوه، ضروري تصفيوه. صافي غنخلطوا كلشي، غنديروه بارد في بارد، الحلوه بارده وديك الصلصه بارده. غادي نوضعوا فيه في ديك الصلصه نوضعوا فيها الحلوه ونخليوها شويه. المهم واحد 3 دقائق هكاك، ما ديروهاش وتحيدوها مباشره، وما تخليوهاش بزاف باش ما تجيكمش رطبه اكثر من القياس. هنا راه غير المونتاج راني كنجرب، وراكم عارفين الانسان في المونتاج حنا كنقطعوا.
صافي من بعد ما خليتها واحد 3 دقائق غادي نبقاو نحيدوها ونوضعوها مباشرة في الكوك. بالنسبة للكوك خص يكون نوعية جيدة باش كتجينا الحلوة لذيذة. ومن كتشيط لكم شويه من هاد الصلصه ديروا بها، ما ترميوهاش، درتو شي كيكه سقيوها من الفوق بالصلصه، حتى حاجه ما ترمى. المهم عطيتكم فكره، حتى انا راه بقات ليا واحد شويه وان شاء الله غادي نستعملها. صافي على ما نقاد هادوك اللي درت في الكوك غادي ندير الكميه الاخرى في هاد الصلصه باش ترطاب ليا، وحتى نسالي هادو اللي عندي في الكوك. صافي غنخليكم مع الفيديو تشوفوا. الحلوه من بعد ما سالينا بالتزيين ديالها كما كتلاحظوا راها كتخرج كميه ما شاء الله. انا خرجت لي اكثر من 100 حبه. بالنسبه للحبات على قياس حجم ديال كل حبه، الا درتوهم صغيورين راه كتخرج لكم كميه كثيره، والا درتو الحبات كبارين راه كتخرج لكم اقل من 100 حبه. المهم على حساب حجم ديال الحبه ديال الحلوه. وطريقه الاحتفاظ بها كديروها في المجمد وكتحيدوا فقط الكميه اللي غادي تستهلكوها في ديك الايام. المهم من كتحيدوا ديك الكميه كتوضعوها في الثلاجه. كما كتعرفوا الكوك والمربى راه دغيا كيطلق لينا الريحه الكوك. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، والى عجبتكم الوصفه اللايك والبارطاج، والى وصفه مقبله ان شاء الله.